السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ الفيديو دوت انا منزله تعقيبا على فيديو شفته على اليوتيوب من راجل محترم، ميكانيكي محترم كده، كان منزل فيديو بيتكلم على مسمار الهواء. فعملت استطلاع كده صغير كده على القناة عندي، يعني لقيت الناس بتقول لي يعني يا ريت تعمل فيديو وتصحح الخطأ دوت، لان انا صعب عليا ان حاجة زي كده، يعني مش عارف اقول عليها ايه، بس كل اللي اقدر اقوله يعني اي حد بعد اذنكم، حتى انا يعني اي حد على اليوتيوب ما تاخدش منه الكلام ثقة 100%. يعني حتى انا ما تاخدش كلامي ثقة في 100%. خد الكلام دخله المخ ده ربنا خلقه لنا عشان نفكر بيه. خد الكلام فكر بيه كده، المخ دوت زي فلتر كده. الكلام عدى يبقى كلام حلو، الكلام ما عداش وما اقتنعتش راجع مرة واتنين وتلاتة وابحث وشوف الصح فين وتعلمه. الراجل المحترم كان بيتكلم، هو اخ يعني، انا كنت بتابعه بصراحة، ليه فيديوهات مفيدة جدا، بس مشكلته لما الفيديو ده نزله انا يعني واحد من الناس انا ما اقتنعتش واستغربت، حتى لما جيت بحاوره على كتبت له تعليق وحاورته وكده، لقيته التعليق بتاعه كأنه فرض رأي. يعني لو هو، لا، هو الفيديو ده هو فيه كده وده رأيي ويا ريت تغير فكرتك. ده لقيته رده عليا، وهو كان بيتكلم على مسمار الهواء. كلنا عارفين طبعا ان مسمار الهواء في الكربوراتير اللي هو دوت، ده مسمار الهواء. الدنيا كلها عارفة ان هو مسمار الهواء. هو الوحيد اللي اتكلم وقال ان ده المسمار دوت مسؤول عن دخول البنزين. انا ازاي مش عارف، يعني هو المشكلة بقى مش في الفيديو بتاعه، المشكلة ان هو ليه متابعين كتير جدا ولقيتهم كاتبين في التعليقات الله ينور عليك، دي معلومة جديدة، دي معلومة مفيدة. طب يا جدعان، لما هو دوت مسمار دخول البنزين، فين مسمار الهواء؟ يعني احنا عارفين ده مسمار الصلنسيه، المفروض ان المسمار دوت الصلنسيه، وده اللي تحت دوت مسمار الهواء. طب انت بتقول ان دوت دخول البنزين ودوت بتاع البستم بتاع الكربوراتير. طب فين مسمار الهواء بقى؟ فقال لك لا، هو ده المسمار دوت اللي بيرفع البستم بتاع الكربوراتير وبيدخل الهواء. طب ماشي، طب المفروض بقى البستم هو تحت بتاع الكربوراتير وانت واقف صلنسيه، الهواء بيخش منين؟ هو البستم بيبقى نازل تحت خالص، بيبقى قافل الهواء. فين بقى الهواء اللي داخل ساعة وانت واقف صلنسيه؟ مش عارف، مرضيش يعني يرد عليا الرد المقنع بصراحة. فيا ريت لما نشوف فيديوهات على اليوتيوب، مش هقول لك يعني تعلق تعليق وحش او تنتقده او تغلط فيه، لا، حاول تحاور اللي بيقدم الفيديو. يعني انا لما في حد بينتقدني، في ناس كتيرة بتنتقدني، مفيش مشاكل، بقول له لا، ده في الموضوع 1 2 3 4. يا اما بيقتنع بكلامي، يا اما حتى ما اقتنعش بكلامي بلاقي ان رده محترم وعادي بيعدي الموضوع. فيا ريت مثلا حاجة زي كده ناخد بالنا منها. ده مسمار الهواء. يعني انا مش هقول لكم المسمار دوت انا بسببه تعبت اكتر من 10 ايام. لما كنت كان معايا مكنة داين 7، ما كنتش اعرف ان العيب ده بسبب المسمار ده. المسمار دوت كان مقفول هيخنق لك المكنة، ولو مفتوح قوي هيعمل معاك زي ما عمل معايا. عمل ايه معايا؟ المكنة كانت بتقطع وصوتها عالي جدا، صوت الموتور عالي قوي كأنك معلي الموتور على الاخر، ولازم تمشي في طريق لو وقفت تروح مبطلة منك وتسخن، وكانت مبهدلاني. فين رحت الميكانيكي ومعرفة كده الله يسامحه، فبقول له عايز مسمار دوت، قال لي طب استنى كده نور لي الناحية التانية. عقبال ما لفيت الناحية التانية كان راح مسقط المسمار دوت، سقط وقعه، وقال لي لا ده كده عايزه كربوراتير ومش عارف ايه. فالمهم ايه، قلت له انا عندي واحد في البيت هبقى اجيبهولك. روحت البيت رحت خالع المسمار،
اللي زي دوت في الكربوراتير اللي عندي، ورحت مركبه في الكربوراتير. طبعا لما ركبته رحت قافله للاخر، لقيت المكنه ظبطت، يعني اشتغلت، مش ظبطت، اشتغلت. رحت داخل على الفيديوهات شفت كده كام فيديو ظبط الهوا، لقيت ان هو كان بس ان هو كان عندي المسمار كان عيبه ان هو مفتوح وكان عايز يتقفل سنه بس، مش اكتر ولا اقل. ان هو المسمار دوت وانت واقف ده وظيفته ايه بقى؟ نخلي بالنا المكنه وهي واقفه على الصلانسي البستم بتاع الكربوراتير بيبقى نازل، فالمفروض فيه هوا يخش للموتور، فالمسمار ده مسؤول عن كميه الهوا اللي داخله اثناء الصلانسي بس. فانت لما تظبط كميه الهوا اللي داخله مع شويه البنزين الصغيرين، هتلاقي هنا في لو فكيتوا الكربوراتير هتلاقي هنا من تحت كده في بكين، يعني مسمارين كده، واحد صغير وواحد كبير. الصغير ده اللي هو بتاع المسمار دوت اللي بيدخل الهواء، وهتلاقي واحد جنبه فتحته من في الكربوراتير من جوه من هنا بيدخل البنزين. فواحد يدخل هواء وواحد يدخل بنزين بنسب معينة. هتلاقي المكنة ماشية الصلانسي، ما بتبطلش وهي على الصلانسي، ما بتبطلش منك على المطبات، ظبطة معينة. وفي فيديوهات كتير عن ظبطة المسمار بتاع الهواء دوت. فالمسمار دوت هتلاقي في البستم بتاع الكربوراتير كده في مشقبية او مكان كده المسمار ده بيخش فيه، لو لفيته وضغطت عليه هتلاقيه بيرفع البستم بتاع الكربوراتير، هتلاقي صوت المكنة عالي ان هو كده بيدخل بنزين اكتر. المكنة لقيتها بتقطع منك، عايز ظبط هواء اظبط من ده المسمار دوت. لو المكنة ما فيهاش سحب، لو المكنة مخنوقة معاك، المكنة بتقطع على لما تقف سلانسير، لما بتقطع وتقف على المطبات، لما ما بتقفش سلانسير ثابتة ما بتعدش، اظبط بص على المسمار ده الاول ماشي. ده يعني هو ما بنقولش ده العيب منه ده الوحيد، لا، يعني بنقول ده المسمار ده مسؤول عن دخول الهواء. فبعد اذنكم اي فيديو زي ما قلت لكم في اول فيديو، اي فيديو حتى لو انا نفسي لو بتكلم، خد كلامي وفكر فيه، شوف كلامي صح ولا غلط. اي حد على اليوتيوب يا جدعان خدوا كلامه وشوفوا صح ولا غلط. في ناس بتعمل فيديوهات وخلاص، في ناس بتطلع عشان تعمل بس عندها متابعين كتير فعايزين يعملوا فيديوهات وعايزين يعملوا، لا، انا مسمي القناة تجربتي، عشان الحاجة اللي انا وقعت فيها بنقل لكم تجربتي فيها، بحاول افيد غيري، بحاول انفع غيري. فربنا يا رب يحفظكم واشوفكم دايما بخير، واشوفكم في الفيديو جديد ان شاء الله.